تحتيه ميه، يعني اكيد عشان يكهربوا بيه العفاريت هنا. يا ابويا مكان هنا فيه هدوء زيادة عن اللزوم. لك ان تتخيل ان الكهرباء قطعت. طبعا كالعادة نفس الريحة نفس الإحساس. يا ترى احنا فين بقى النهاردة؟ احنا موجودين النهاردة جنب أطول نصب تذكاري في التاريخ، وهو عمود السواري ومعبد السرابيوم. عمود السواري من أقدم الأماكن اللي موجودة هنا في منطقة كرموز. أنا بقى النهاردة أقول لكم عمود السواري ده ليه اتبنى واتبنى ازاي، ومين اللي بناه وبناه ليه، وليه أصلا اتسمى بعمود السواري. اتبنى من حوالي 1700 سنة على يد السكندريون تخليدا للإمبراطور ديكليديانوس، ويرجع عصر العمود ده إلى العصر الروماني. تم بناؤه من حوالي 1700 سنة. العمود ده طوله 27 متر، حوالي 27 متر، ومبني من الجرانيت الأحمر. عظمة في بناء العمود ده إن هو قطعة واحدة. عايزك تتخيل معايا إن العمود ده معمول قطعة واحدة. يعني مش حجر فوق حجر، لا، ده هو منسوب كله قطعة واحدة، ومبني يعني من حوالي 1700 سنة. ما كانش لسه في كليات هندسة ولا لسه في آلات ولا مكن. تيجي تفكر ازاي العمود ده اتعمل، تفكيرك هيعجز. انت متخيل ان العمود ده طوله 27 متر؟ يعني لو عملنا حسبة بسيطة كده، يعني لو فرضنا ان الدور او الطابق طوله 3 متر وقسمنا ال 27 متر على 3 هيدينا 9، يعني ده ما يقرب من 9 أدوار. عمارة 9 أدوار، طويل. طبعا هتشوفه في الفيديو هتفتكروا حاجة بسيطة، لكن هو طويل جدا. تخيل الطول. بص لقينا ايه هنا؟ في حد جوه؟ مفيش حد. حد يعرف ليه العمود ده اتسمى بعمود السواري؟ العمود ده اتسمى بعمود السواري تشبها بسوار السفن. السفن زمان كانت بتمشي بشراع، الشراع ده كان بيركب في حاجة اسمها صواري، لوح خشب طويل جدا ضخم، فهم سموه عمود السواري تشبها بصواري السفن. وهو كان اسمه اصلا عمود الصواري، ومع مرور الوقت واختلاف العصور اتحرف اسمه من عمود الصواري لعمود السواري. كان اللي احنا فيه ده هو اصلا في الاساس معبد اسمه معبد السرابيوم. المكان اللي انتوا شايفينه ده كله ده كان معبد اسمه معبد السرابيوم. المعبد ده تم اكتشافه سنة 1943. المعبد ده قصته ايه بقى؟ طبعا هو معبد زي اي معبد، يعني معرفش وقتها كانت الديانة ايه، ويقام فيه اكيد طقوس وشرائع معينة يعني، لكن يقال ان المعبد كان بيتم فيه استشفاء للمرضى عن طريق الاحلام واحتضان المرضى، يعني اكيد طقوس معينة بيعملوها. طبعا انا سمعت ان فيه هنا سراديب، وانا لما اعرف ان مكان فيه سراديب مش عايز اقول لكم، يعني لازم انزل، لازم اكتشف اشوف السراديب ده عامله ازاي. فانا اكيد مش هاجي هنا عشان اشوف عمود السواري بس، هاخدكم معايا بقى نشوفوا السراديب اللي هنا دي عامله ازاي، هي ولا سراديب الموتى. معبد السرابيوم يرجع عهده لمين بقى؟ في اراء بتقول ان معبد السرابيوم يرجع عصره للاسكندر الاكبر، وفي اراء تانية بتقول ان هو يرجع لبطليموس الاول، لكن بعد البحث والاكتشاف عن طريق اللوحات والاثار اللي اكتشفوها عرفوا ان هو يرجع لعصر بطليموس الثالث. طبعا زي ما قلت لكم انا اكيد مش هعرف ان في سراديب هنا واسكت. احنا دلوقتي في مكان اسمه قدس الاقداس، والمكان اللي ورايا ده اللي هي المكتبه الصغرى. هنخش دلوقتي نشوفوا الاماكن دي عامله ازاي. طبعا كالعاده نفس الريحه
نفس الإحساس، قلة الأكسجين وارتفاع الرطوبة كالعادة يعني. مكان هنا فيه هدوء زيادة عن اللزوم. مش عارف هيبقى باين، هحاول أطلع الكشاف. المنظر عامل ازاي. لو شايفين الفتحات دي كلها، عزيزي المشاهد انا هطرح عليك سؤال، يا ترى الفتحات دي بتاعت ايه؟ اللي يعرف الفتحات دي بتاعت ايه يكتب تحت في الكومنت. بص بقى، احنا هننزل تحت في عمق اكبر شوية. بص حوالي عمق مثلا تحت الارض حوالي 3-4 متر. احنا كده هننزل بقى كمان 3-4 متر زيهم. مش عارف الجهاز ده بتاع ايه بصراحة. بص تحتيه مية يعني اكيد عشان يكهربوا بيه العفاريت هنا. يا ابويا ضلمة يعني، انا مش عارف شايفين ولا لا. المكان ايه ده؟ بسم الله. يا لهوي، انتوا شايفين يا جماعة؟ يا لهوي. المشكلة انا مش شايف قدامي، انا مش عارف انتوا شايفيني ولا لا. بص انا ما بخافش يعني، انا طبيعتي مش بخاف، بس المكان هنا بجد قلبك هيتقبض اول ما تنزل كده. بص مش عارف باين في الكاميرا ولا لا، بس انا بحاول ابين على قد ما اقدر. المكان معمول حاجز يعني، هو انت ممنوع تعدي، فاحنا طبعا المفروض لازم نلتزم بالتعليمات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المكان وارد يكون مسكون او تلاقي فيه حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى يكون المشهد باين في الفيديو. بس احنا جبنا كده اخر المكان اهو، اخر المكان، مش حاجة تاني كده تقريبا. هما بيكملوا حفر هنا. نرجع بقى قبل ما نتلبس. لك ان تتخيل ان الكهرباء قطعت يعني مرة واحدة. الكهرباء قطعت بدون اي مقدمات كده. تخيل المكان عامل ازاي يا جماعة. محدش يتهور ويقلدني، محدش يجي لوحده. عايز تيجي هنا او الاماكن اللي زي دي يكون معاك ناس صحابك، تكون في جروب يعني، متكونش لوحدك. ده قدس الأقداس. طبعا أنا لأجل حظي الحلو النور قاطع، بس يعني بحاول أبين على قد ما أقدر المكان عامل ازاي من جوه. يمنع على السادة الزائرين تجاوز هذا الحاجز. يعني بص يا جماعة، الحاجز ده محدش يعدي منه كده، لأن كده انت كان المفروض غلط. بص ايه ده؟ Oh my God. هما كانوا بيعبدوا العجل. انا مش عارف مصنوع من ايه، بس هو كأنه مصنوع من بلاستيك، بس بلاستيك قوي شوية، مش عارف.
بس بص انا كنت اتمنى ان الكهرباء شغاله عشان يبان اكتر، بس يعني حاولوا تتخيلوا الحجم عامل ازاي. حجمه كبير، عامل زي العجل الحقيقي، يمكن اكبر كمان. استنتاجا للموقف يعني تقريبا كانوا بيعبدوا العجل، مهنود ولا ايه. نرجع تاني بقى الحاجز ده ماشي، عشان ايه ما يبقاش فيه مساءلة قانونية. ايه النور جه. الجو جوه صعب، مفيش هوا، رطوبة عالية، والجو جوه مش حر على فكرة، لكن الرطوبة عالية بتخليك تعرق.